لو عندكم قطعة موزة بقري اوعوا تعملوها في الطبيخ او الطواجن. تعالوا اقول لكم ازاي تعملوا احلى موزة بقري دايبة كده، طبق يشرفكم في اي عزومة بطريقة سهلة جدا وسريعة. جبت الموز بتاعتي، دي موز بقري مش ضاني، مخلية من اي عظم، نشفتها بالمناديل، بعد كده عملت لها فتحات كده بالسكينة عشان هندخل فيها دلوقتي فصوص توم كاملة، بتدي لها بجد طعم خطير قوي بالذات لما تستوي وفصوص التوم دي تدوب جوه. هنرش عليها بقى رشة من الملح والفلفل الاسمر وكمان شوية من 7 بهارات لو عاوزين او اي بهارات مشكلة، وهنوزع بقى التوابل دي كويس قوي على الموزه كلها. جبت بقى صينيه او بايركس وحطيت فيه الكيس الحراري، انا حاطه فيه معلقه من الدقيق عشان اللحمه ما تلزقش في الكيس. حطيت بقى خضار، بصل، بطاطس، طماطم او اي خضار تحبوه يدي نكهه بس. بعد كده حطيت اللحمه ورجعت تاني حطيت نفس الخضار تاني، وشويه بقى من الزبده هتخليها دايبه وتحفه. هنقفل بقى على كل ده كويس وهنملى الطاجن او البايركس بالميه وهنخرم كده الكيس من فوق عشان ما ينفجرش، وهندخله بقى الفرن. انا قاعد معايا حوالي 3 ساعات ونص او 4 ساعات، بسيبه براحته لحد ما اللحمه تدوب. الاول بندخله على درجه حراره عاليه وبعد كده بنهدي درجه الحراره خالص وبنسيبه بقى يستوي براحته. بعد ما بطلعه بقى بدخله شويه تحت الشوايه عشان بس ياخد اللون ده. لو عاوزين تنقلوا الطبق ده بقى لحته تانيه خالص، هاتوا فحمه وحطوا عليها شويه من السمنه واقفلوا كل الكلام ده بقى وسيبوه على الاقل 10 دقايق وافتحوا عليه بقى وذوقوا الجمال والحلاوه. بجد كلمه طعمها خطير دي قليله، لازم تجربوها وتقولوا لي رايكم، وبالهنا والشفا مقدما.